اهلا وسهلا بكم في الحلقه الخامسه من نتعلم جلوكوما مع دكتور محمد جوده. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن امتى ان احنا نشك ان احنا عندنا جلوكوما او الاعراض التحذيريه لمرض الجلوكوما، وعرفنا ان احنا لازم ان احنا نكشف عند الدكتور، لان في اغلب الاحيان انت بتبقى ماشي والمرض موجود عندك وانت مش واخد بالك. فقلنا ان في ناس لازم يروحوا يكشفوا عند الدكتور. مين بقى اللي المفروض يروح يكشف ده؟ بما ان الموضوع مش جاي بقلم فلازم انا اكون عارف ان انا معرض للموضوع ده. رقم واحد، هو ممكن يجي لاي حد، بس في فئات معينه من الناس بيكون عندهم قابليه اكتر ان هم يجي لهم مرض الجلوكوما. لو اتكلمنا عن السن، فالسن لا، هو بيجي اكتر في الناس اللي عندهم 60 سنه. نادر لما تلاقي حد اقل من كده وعنده جلوكوما، ممكن يبقى موجود بس نادر. اي حد افريكان امريكان، يعني اي حد اسمر، هو عنده قابليه ان يجيله جلوكوما حتى لو عنده 40 سنه. والجلوكوما لما بتيجي في شخص اسمر البشره بتيجي في وقت ابدر، وبتيجي بصوره اكبر، يعني بتيجي بصوره اعنف عن لو جت في حد تاني. الاسيويين غالبا بيجي عندهم انجل كلوجر جلوكوما مغلقه الزاويه بصوره كبيره عن الناس العاديه. اليابانيين بيجي عندهم هايبرتنشن، اوكلر هايبرتنشن. طيب احنا هنا في الشرق الاوسط يبقى غالبا يا اما لو واحد اسمر 40 سنه المفروض ان هو يروح يكشف ويطمن. غير كده بعد 60 سنه. واحد عنده في العيله باباه مامته حد من عمامه حد من قرايبه اخواته جاله جلوكوما واكتشفنا ان انا عنده جلوكوما، اتفضل اكشف عند الدكتور على طول. حد كان قبل كده بيكشف عند الدكتور والدكتور قاس له ضغط العين، لقينا الضغط عالي، لازم يمسك في الموضوع ده ويكشف ويطمن ان ارتفاع الضغط ده اولا القياس كان صحيح، مش مثلا قياس غلط او حاجه، وان ارتفاع الضغط ده مش حاجه دائمه. واحد بياخد كورتيزونات كتير فلازم برضو ان هو يكشف. واحد سمك القرنيه بتاعه رفيع، فالناس دول معرضين ان هم يجي لهم جلوكوما. واحد كان عامل عمليه قبل كده في عينه، او واحد واخد خبطه في عينه. التانية بقى سيستمك، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واللي عنده دهون زياده برضو المفروض ان هو يكشف. طيب بنكشف كل قد ايه؟ والله غالبا في الاغلب انت لو انت سنك اقل من 40 سنه يبقى انت بتكشف مره كده كل 5 سنين. بدات تزيد فوق ال 40 لا، كل سنتين ثلاثه، فوق ال 50 خلاص، لحد ما هنوصل ان احنا كل سنه لازم نشيك على عينينا مره. وقلنا ان في بعض الناس بيبقوا اكتر. حاجه تانية، واحد عنده طول نظر عالي قوي او واحد عنده قصر نظر عالي قوي، ده برضو يروح يكشف. حاجه تالتة، حد مثلا لما بيقعد في غرفه مظلمه يبدا يحس ان جاله صداع والوان هالات حوالين الضوء، ده برضو من الناس اللي المفروض ان هم يروحوا يكشفوا. الكشف بقى بتاع الدكتور، المفروض اي دكتور في حد كبير في السن بيعمل له حاجه اسمها مجال الابصار. كشف مجال الابصار، مش فحص مجال الابصار، يطمن ان مجال الابصار بتاعه كويس. ولو حد اكتشف ان مثلا حاجه في الطرف، مجال الابصار الطرفي مش موجود، لازم يروح يكشف على طول. وهيقيس ضغط العين، وفي بعض الحالات بنقيس سمك القرنيه. ولو لقينا ان في حد عنده سسبشن او شاكين فيه بنبعته يعمل فحص مجال ابصار وفحص OCT اللي هو مقطعيه على العصب البصري. دي كده كانت حاجات بسيطه. مين هم الفئات المستهدفه او مين الناس المعرضين اكتر ان يجي لهم الجلوكوما؟ في الحلقه الجايه هكلمكم عن الجلوكوما الخلقيه اللي بتيجي في الاطفال عند الولاده، ازاي بنكتشفها وامتى هنعالجها قبل ما الاطفال دول يفقدوا النظر بتاعهم. كان معاكم دكتور محمد جودة، اتمنى اشوفكم في صحه وسعاده. مع السلامه.